تعمل إيه لو كنت مكاني؟ تخيل إنك قاعد على مكتبك الصبح بدري كده وجالك مديرك وقال لك محتاجين نعمل ريبورت سريع جدًا، جدًا، عشان عندنا كمان شوية C level meeting ويبقى حاضر فيه مديرين فروع المناطق المختلفة، وعايزين نحلل كده ونعرف أداء الregion بتاعتنا في الsales value. طيب، فأنت بدأت تحضّر الdata بتاعتك كده وتعمل لها preparation analysis وكbest practice طبعًا بتبدأ تtest الdata، تtest الoutput بتاعك. فرُحت على الreport view كده وعملت bar chart وتشوف فيه الsales value by region. شُفت كده والله إن الtop performer عندك الجيزة، تمام، بعد كده كايرو، بعد كده أسوان، بعد كده ألكسندريا، تمام، حتى الآن يبدو الreport شكله سليم وما فيهوش أي مشكلة. لقيت برضه في بعد كده كايرو تاني، بعد كده جيزة، بعد كده ألكسندريا. طبعًا كده في مشكلة في الdata، في مشكلة كبيرة كمان في الdata. طيب بنظرة سريعة كده ما فيش قِيَم مختلفة، يعني ما فيش مثلًا ألكسندريا مرّة مكتوبة بالكامل ومرّة مثلًا أليكس على سبيل المثال، أو مرّة مثلًا كايرو، ومرّة مثلًا كايرو آخرها دوت أو حاجة زي كده، تمام. طيب الcase دي لو هي بالمنظر ده، اللي هي فيها مثلًا تسميات مختلفة لمناطق المبيعات على سبيل المثال، طبعًا دي حلّها حاجة اسمها replace values هنشوفها إن شاء الله في فيديو قادم. بس كده بنظرة سريعة من القِيَم شكلها يبدو إنه the same، كده غالبًا في additional spaces أو في فراغات مكتوبة زيادة، سواء قبل الكلمة أو بعدها. طب تعالَ نروح على الdata view كده، نبُص على الdata نفسها. بُص هتلاقي في كذا version من كايرو، يعني كايرو هنا وكايرو تاني، في هنا space قبلها، طبعًا الspace اللي بعد الكلمة مش هيبان، بس هو غالبًا في space بعد الكلمات دي كمان. طيب، طبعًا حل المشاكل دي كلّها أساسًا سواء إنه قِيَم مختلفة مكتوبة أو additional spaces، حاجة اسمها الdata validation، أو إنّك أصلًا تخلّي الdata entry team ما يختارش أصلًا إنه يكتب، يعني ما عندوش المساحة الكاملة إنه يكتب أي حاجة عايزها، لا هي just اختيارات، سواء عن طريق مثلًا excel أو google sheet أو system معيّن، أنت هتختار الsales حصل فين، على سبيل المثال كايرو، ما عندكش مساحة تكتب كايرو بأكتر من طريقة، ألكسندريا وهكذا. طيب، عايزين نحل المشكلة دي بشكل سريع جدًا، جدًا، قال لك والله حلّها بسيط جدًا، جدًا في الpower query عن طريق tool أو أمر حاجة اسمها trim. trim دي بتعمل إيه؟ بتشيل أي additional space. يعني إيه additional space؟ قال لك والله طبيعي إن جوّه الcell الكلمة تبدأ بحرف، ما ينفعش في space قبل الكلمة، ما ينفعش مثلًا يبقى في space بعد كده C اللي هي أول حرف في كلمة كايرو، دي حاجة. طيب وبرضه آخر حاجة تبقى حرف، ما ينفعش يبقى في بعدها space، حاجة تانية. قال لك والله لو الcell فيها أكتر من كلمة، طبيعي يبقى بينهم space واحد بس، يعني لو في first name مثلًا وبعد كده last name، وعلى سبيل المثال مثلًا لو هنا في الfirst name مثلًا أحمد وبعده الlast name عصام، فما ينفعش يبقى في بينهم بين كلمة أحمد وعصام في 2 spaces أو 3 spaces. قال لك لأ، هو space واحد بس، وفي الآخر طبعًا زي ما قُلنا ما فيش أي space. طيب، اللي بيحل المشكلة دي زي ما قُلنا حاجة اسمها trim. تعالَ نروح كده هنا على الpower query عن طريق الtransform data، ده طبعًا طريقة بنروح بيها، أو ممكن في الdata نفسها على الquery بتاعتي أو الdata source أعمل حاجة اسمها edit query، تمام كده؟ طيب هاروح هنا على الtransform tab، ماشي، هالاقي في الsection هنا بتاع الtext column في حاجة اسمها format. طبعًا الformat فيها أكتر من حاجة، فيها أول حاجة اسمها lower case. lower case دي يعني بتخلّي الكلمة كلّها small، وفي حاجة اسمها upper case يعني بتخلّيها كلّها capital case، وفي حاجة اسمها capitalize each word. capitalize each word دي أو يسموها الproper case، اللي هي بتخلّي لو في مثلًا الcell دي فيها أكتر من كلمة، على سبيل المثال مثلًا first name وlast name، بيبقى أول حرف في كل كلمة capital. طيب اللي تعنينا دلوقتي في الformat هي حاجة اسمها trim. trim دي زي ما قُلنا بتشيل إيه، بتشيل أي additional space سواء قبل الكلمة أو في نُصّها أو في آخرها. هنعمل trim كده، أصلًا بالعين المجردة المنظر اختلف تمامًا. بُصّوا يا كايرو بقت حاجة واحدة، تعالوا كده نشيله تاني ونلغيه. زي ما قُلنا ما فيش control Z في الpower query، بس ممكن نلغي الأمر نفسه، أو حد كان يقول لي ممكن نعمل حاجة أذكى من كده بدل ما نلغيه نعمل إيه، نروح على قبلها هنا أهو، نشوف المنظر كان عامل إزاي. لو وقفنا هنا هنشوف منظر الdata قبل الأمر بتاعنا أو الapplied step بتاعة trim the text. بُصّوا اختلفت. طيب هنا best practice برضه زي ما قُلنا، لازم أسمّي كل خطوة عندي بحاجة أفتكرها، باقول له trim the text مثلًا region column على سبيل المثال، عشان أفتكر أنا عملت هنا إيه في الخطوة دي. طيب هادوس كده close and apply عشان أشوف بقى الoutput عامل إزاي في الchart نفسه. بُصّوا المشكلة اتحلت أهو. بقى عندي 4 values بس اللي هم الunique values أصلًا بتوعي، ما فيش أكتر من نسخة من كايرو، أكتر من نسخة من ألكسندريا، أو أكتر من نسخة من جيزة. في الفيديو ده كده حلينا المشكلة بتاعة الadditional spaces عن طريق trim.